إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 28 من فبراير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لاستعراض حلقة النقاش حول تطورات ومآلات الحرب في السودان، والتي أقامها المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أفروبوليسي بالاشتراك مع المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة، ونشرها المركز في موقعه بتاريخ 21 من فبراير الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء الأثيوبي يقوم بزيارة إلى الصومال هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة بين البلدين قبل أكثر من عام. ومصرع نحو 46 شخصا من بينهم ضباط في تحطم طائرة عسكرية في السودان. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة بين البلدين مطلع العام الماضي، وصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أمس الخميس إلى العاصمة الصومالية مقديشو. وجاءت الزيارة ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا في 11 من يناير الماضي. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، فإن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح صفحة جديدة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل في أعقاب فترة من التوترات الدبلوماسية، مضيفة أن الزيارة تأتي بعد إعلان أثيوبيا في ديسمبر الماضي التراجع عن اتفاق أثار خلافات بين البلدين، وذلك عقب اجتماع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في العاصمة التركية أنقرة، حيث تم التوصل إلى إعلان أنقرة لإعادة العلاقات الثنائية. من جانبه قال وزير الإعلام الصومالي داود إويس جامع إن الزيارة تعكس التقارب المتزايد بين البلدين وتفتح مسارا جديدا للتعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية. هذا وأصدر الجانبان بيانا مشتركا عقب اللقاء أكدا فيه عن التزامهما بتعزيز التعاون في تحقيق المصلحة المتبادلة وأهمية بناء الثقة من خلال التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي، وأن البلدين يرتبطان بمصير مشترك ورؤية مشتركة في الاستقرار والازدهار الإقليمي. وأكد البيان الترحيب ببدء المحادثات الفنية بين البلدين في أنقرة كما تم الاتفاق عليه، والترحيب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين قادة الجيش في البلدين، واعتبار ذلك خطوة مهمة نحو التعاون الأمني والاستقرار في المنطقة. وكان البلدان توصلا نهاية الأسبوع الماضي إلى تفاهم تشارك بموجبه أثيوبيا بقوات عسكرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال. تجدر الإشارة إلى أن علاقة البلدين شهدت أزمة دبلوماسية حادة مطلع العام الماضي على إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي للحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما اعتبره الصومال انتهاكا لسيادته وسلامة ووحدة أراضيه. لقي أكثر من 40 شخصا من بينهم ضباط في الجيش مصرعهم مساء الثلاثاء في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم إثر تحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم. وأفاد الجيش السوداني في بيان تحطم إحدى طائراته مساء الثلاثاء بعد إقلاعها من مطار وادي سيدنا في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم،
مؤكدا أن الحادث خلف عددا من القتلى والجرحى. وأضاف البيان بأنه جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة في الحارة 75 بمدينة أم درمان. ووفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر عسكرية سودانية، فإن عدد القتلى بلغ حتى تحرير هذه النشرة 46 شخصا، من بينهم اللواء بحر أحمد محمد، وهو من كبار قادة الجيش الذين قادوا العمليات العسكرية في منطقة العاصمة الخرطوم. وتشير التقارير الأولية إلى أن الحادث سببه عطل فني. هذا وشهد السودان من قبل تكرار حوادث طائرات عسكرية أودت بحياة عدد من قادة الجيش السوداني، أبرزهم الزبير محمد صالح نائب الرئيس السوداني السابق عمر البشير في فبراير من العام 1998، وتحطم طائرة كانت تقل وزير الدولة بوزارة الدفاع إبراهيم شمس الدين برفقة 14 ضابطا في العام 2001. ويعزو المحللون تكرار هذه الحوادث إلى القصور في أعمال الصيانة وافتقار القوات المسلحة السودانية إلى الطائرات الغربية الحديثة واعتمادها على الطائرات الروسية والصينية بسبب الحظر المفروض عليها. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها في حلقة اليوم لاستعراض حلقة النقاش حول تطورات ومآلات الحرب في السودان، والتي أقامها المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أفروبوليسي بالاشتراك مع المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة، ونشرها المركز في موقعه بتاريخ 21 من فبراير الجاري. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والتي نستعرض لكم فيها موضوعا بعنوان الحرب في السودان، التطورات والأبعاد والمآلات، وذلك من خلال استعراضنا لحلقة نقاش دارت حول هذا الموضوع بتنظيم من المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أفروبوليسي بالاشتراك مع المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة، ونشرها المركز في موقعه بتاريخ 21 من فبراير الجاري. يقول التقرير: أقام المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أفروبوليسي بالاشتراك مع المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة في نهاية يناير الماضي حلقة نقاش حول الحرب في السودان، بحثت تطورات الحرب وأبعادها ومآلاتها عبر تطبيق مايكروسوفت تيم، واستغرقت قرابة 2.5 ساعات. وقد جمعت الحلقة خبراء وباحثين أكاديميين لمناقشة الديناميكيات المتطورة للحرب في السودان، ودارت المناقشات حول الأبعاد السياسية والأمنية والدولية للصراع وانعكاساته، حيث بدأت الندوة بسلسلة من الكلمات الترحيبية للدكتور محمد علي شيحي من المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد صالح رئيس المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أفروبوليسي الذي أدار الجلسة. مهدت هذه الكلمات الافتتاحية الطريق لاستكشاف تعمق الأزمة السودانية والصراع المسلح الدائري فيها. تناول المحور الأول الأسباب التي تقف خلف الصراع الدائري حاليا في السودان، وكانت المداخلة في هذا المحور للندوة من البروفيسور محمد حسين أبو صالح الخبير الاستراتيجي ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة أم درمان الإسلامية. وتطرق البروفيسور أبو صالح خلال مداخلته إلى الأسباب العميقة والرئيسية الكامنة وراء اندلاع الصراع المسلح في السودان، إذ أشار إلى الأهمية الاستراتيجية للسودان من ناحية موقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر أو من موقعها في شرق القارة الإفريقية، وإلى الموارد الطبيعية الضخمة والغنية التي يحويها السودان. كما تطرق إلى الفترة الاستعمارية وطريقة نيل السودان لاستقلاله الذي اعتبره منقوصا، وكل هذه العوامل التي تعمق الدكتور أبو صالح فيها جعلته يستخلص بأن الصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لم يكن وليد اللحظة،
وبأن كلا الطرفين مجرد أدوات، والمشهد أكبر وأعمق من ذلك بكثير. ومن بين النقاط الأخرى التي ذكرها البروفيسور أبو صالح أن السودان لم ينتج نظرة استراتيجية، أو أن الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد لم تمتلك رؤية استراتيجية لكل العوامل التي سلف ذكرها كموقع استراتيجي وموارد ضخمة، مما يجعل هذا الصراع اليوم نتيجة لذلك أيضا. وأكد البروفيسور أبو صالح أن الانطلاق من كل هذه العوامل هو ضروري للتمكن من الفهم والتعامل مع الملف السوداني. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لاستعراض حلقة النقاش حول تطورات ومآلات الحرب في السودان، والتي أقامها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات بالاشتراك مع المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة بقطر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو. وجاء في المداخلة الثانية من الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر، تطرق خلالها إلى المقدمات والسياقات السياسية في السودان خلال هذه الحرب الأهلية، وقدمها من خلال عرض لأهم 3 ركائز للمشهد السياسي في السودان، منطلقا من سؤال مركزي للمداخلة، وهو: هل الاتفاق الإطاري هو القشة التي قسمت ظهر البعير؟ حيث قدم تحليلا منظما وعميقا للحرب الجارية في السودان، مؤكدا على أسبابها السياسية العميقة الجذور وعواقبها المدمرة، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع النزوح الجماعي، بالإضافة إلى تدهور الظروف الصحية وتدمير البنية الأساسية الحيوية. كما أدى انهيار اتفاق جبل السلام الذي كان ذات يوم حجر الزاوية للاستقرار إلى تعقيد عملية الانتقال الهشة في السودان. وتتبع الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك جذور الأزمة منذ الانقلاب العسكري عام 1989، والذي رسخ الاستبداد وعزز الفساد النخبوي وفاقم المظالم الإقليمية. واعتبر الدكتور أحمد أبو شوك أن الصراع في دارفور الذي لم يحل وانفصال جنوب السودان في نهاية المطاف من اللحظات المحورية التي شكلت عدم الاستقرار الحالي في السودان. كما سلط الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك الضوء على الانقسامات العميقة المحيطة بالاتفاق الإطاري، موضحا أنه في حين كانت تسعى الجماعات المؤيدة للديمقراطية وأجزاء من الجيش إلى الإصلاح، فإن الموالين للنظام السابق والفسائل المتشددة يعارضون أي انتقال. وقال إن هذه التنافسات الراسخة جعلت التسوية السياسية بعيدة المنال بشكل متزايد. وأثار الدكتور أحمد خلال مداخلته أسئلة بالغة الأهمية حول دور الجهات الفاعلة الدولية وقدرة المجتمع المدني السوداني على الصمود وإمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية وسط تصاعد الصراع. وفي الختام أكد الدكتور أحمد أبو شوك أن حرب السودان ليست مجرد صراع على السلطة، بل هي مظهر من مظاهر الضعف البنيوي الطويل الأمد، مشيرا إلى أنه وبدون إرادة سياسية ذات مغزى ودعم دولي مستدام ستستمر دورة العنف في السودان. وقال إن العملية السياسية الشاملة والجامعة هي فقط القادرة على كسر الجمود وتمهيد الطريق للسلام الدائم. وتناولت المداخلة الثالثة الأبعاد الإقليمية والدولية للحرب في السودان، وقدم خلالها الدكتور محمد إبراهيم عرفات أستاذ العلوم السياسية بجامعة حمد بن خليفة مداخلة فيها تحليل نقدي للأبعاد الإقليمية والدولية لحرب السودان، مؤكدا على الشبكة المعقدة للتدخل الأجنبي. وقال إن السودان يقدم بنية جذابة وسهلة للتدخل الخارجي بسبب غياب رؤية داخلية موحدة، وقد سمح هذا الفراغ لمختلف الجهات الفاعلة الدولية باستغلال الأزمة وتشكيل الصراع وفقا لمصالحها الاستراتيجية. وإن بنية التدخل الأجنبي في السودان التي تتميز بالتحالفات السائلة والانتهازية تزيد من تعميق عدم الاستقرار. وأبرز الدكتور إبراهيم عرفات دور الجهات الفاعلة الدولية وخاصة فاغنر ودعم الإمارات العربية المتحدة لحميتي، والذي غير ميزان القوة على الأرض.
وقال إن البنية الداخلية للصراع معقدة للغاية بالفعل، مع وجود فصائل مسلحة وجماعات سياسية متعددة، في حين أن البنية الخارجية معقدة بنفس القدر وتتميز بالتناقضات والتقارب. وأكد الدكتور محمد إبراهيم عرفات بأن مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتنقل في مشهد من التحالفات المتغيرة، حيث يخفي التعاون الواضح غالبا تنافسات جيوسياسية أعمق. ومن النقاط الحاسمة الأخرى النفوذ المتزايد لشبكات الميليشيا الدولية، حيث لا تدعم البلدان الفصائل المسلحة فحسب، بل تساهم أيضا في انتشار الميليشيات الجديدة، مما يؤدي إلى إدامة دورات العنف. وخلص الدكتور إبراهيم إلى أن هذا الواقع يزيد من تعقيد الأزمة السودانية، مما يجعل جهود الحل أكثر تحديا، وشدد على أنه بدون رؤية داخلية متماسكة وإعادة ضبط التأثيرات الخارجية، فإن السودان يخاطر بالبقاء ساحة معركة للمصالح الإقليمية والدولية المتنافسة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لاستعراض حلقة النقاش حول تطورات ومآلات الحرب في السودان، والتي أقامها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات بالاشتراك مع المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حامد بن خليفة بقطر. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وفي المداخلة الرابعة التي كانت من نصيب الدكتور معتصم السيد هاشم، الوزير السابق ومستشار الوكالة الإسلامية للإغاثة، سلط الضوء فيها على التكلفة البشرية المدمرة للحرب الدائرة في السودان، وشدد على حجم المعاناة والدمار والانتهاكات الخطيرة التي أدت إليها الحرب، حيث تأثر أكثر من 5 ملايين ضحية، بما في ذلك الرهائن الذين استخدموا كدروع بشرية. كما شهد الصراع انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، مع أكثر من 12,000 حالة اغتصاب وبغاء قسري، إلى جانب تجنيد الأطفال في القتال، مما أدى إلى تعميق الكارثة الإنسانية. وبغض النظر عن الخسائر البشرية المباشرة، أشار الدكتور معتصم إلى التدمير المتعمد للبنية الأساسية، بما في ذلك قصف المستشفيات المدنية واستهداف الخدمات العامة الحيوية. بالإضافة إلى ذلك استغلت الميليشيات والشبكات الإجرامية الفوضى وشاركت في تهريب الموارد، مما أدى إلى زعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أن السودان لا يزال في حالة من الأزمة الإنسانية المستمرة، مع وجود الآلاف من النازحين والمشردين، ولا توجد أي إغاثة فورية في الأفق. وعلى الصعيد السياسي، أكد الدكتور معتصم أن السودان يعاني من فراغ في الحكم مع عدم وجود اتجاه استراتيجي واضح، ومع ذلك فقد حدد مسارا محتملا للمضي قدما، فترة انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة يمكنها في النهاية تحقيق الاستقرار في البلاد. كما أكد على مخاوف العسكريين بشأن دورهم في نظام ما بعد الحرب. وفي الختام أكد الدكتور معتصم على الحاجة إلى علاقات خارجية متوازنة تعطي الأولوية للمصالح الوطنية للسودان، مع تجنب الصراعات مع الدول المجاورة، وضمان مستقبل مستقر ومستدام للبلاد. وبعد انتهاء هذه المداخلات الرئيسية، اختتمت أعمال المناقشة بتحليل شامل للنتائج الرئيسية عبر فتح باب المداخلات أمام الحضور، وهم كما يقول التقرير ثلة من المختصين والمهتمين بالشأن السوداني، وذلك للتعقيب والنقاش، ليتداخل الحاضرون بتساؤلاتهم وإضافاتهم حول موضوع الجلسة، بحيث عملت هذه التعليقات والمداخلات على مقاربة الموضوع من مختلف زواياه، وقدمت وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع. كما أجمعت الجلسة على مجموعة من التوصيات للخروج من الصراع الدائري حاليا في السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. رئيس الوزراء الأثيوبي يقوم بزيارة إلى الصومال، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة بين البلدين قبل أكثر من عام. ومصرع نحو 46 شخصا من بينهم ضباط في تحطم طائرة عسكرية في السودان.
بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.